السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي فيه عدة وصفات. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد السلسلة ديال لي كيك، وكنتمنى تجربوهم وتحمروا بهم وجهكم وديروهم للكوتي أو الفطور أو الضياف الغفلة. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم هاد الطاخت اللي هي بديلة ديال الكريم. الناس اللي ما عندهمش مع لي كريم، هاد الكريمة هادي غزالة وغنصاوب منهم حتى ميني طاخت وطاخت كبيرة كيف ما كتشوفوا هنايا في الصورة. كنتمنى تكملوا الفيديو ديالي حتى الاخير. مرحبا بكم معايا، شكرا لكم. نتمنى ديروا جيم وتبارطاجيو وتكتبوا لي في التعاليق وتحفزوني، وديما التشجيعات ديالكم راها كتعجبني بزاف، كتخليني ندير معكم كاع الوصفات جداد او قدام. المهم البنات غادي ندوزو دابا للمقادير. كيف ما كتشوفوا انا كتبتها لكم على الشاشه، المقادير مضبوطه، ديروها وغتحصلوا على واحد النتيجه رائعه وسهله. حتى حاجه ما تبقى تخلعك او تقولي لا ما نقدش تصدق ليا. لا تبعت المقادير كيف ما مكتوبه وكيف ما كتشوفوا الفيديو راها غتصدق معكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي 250 غرام ديال الدقيق، وعندي 125 غرام ديال الزبده وفانيا زائد نسمه ديال الكراميل، وممكن ديروا واحد نوع واحد، وبيضه وشويه ديال الملح وجوج معالق كبار ديال السكر كلاصي. كيف ما شفتوا هنا في لا فيديو كيفاش خلطتها وحصلت على هاد لاباط ديال بحال العجينه ديال الصابلي، ما كتحتاج تدلك صافي. وغادي نخليها ترتاح شويه، وغادي نجيب التلاك وغادي نطلقها وغنحطها على هذا المول. هذا ممكن نتوما ديروا المول اللي موجود عندكم داير على شكل قليب سيركل دائري. انا درت هذا مستطيل. هنا مباشره غادي ندوز المقادير ديال الكريم بديل الكريمه. عندي التفاح، وعندي هنايا جوج بيضات، وعندي سنيده، وعندي المسحوق ديال القرفه، واللوز طحنته بقشوره. هنايا غادي نقطع تفاح على هاد الطريقه هذه، وغندير معلقه ديال السكر سنيده، الحلاوه كتبقى على حساب الذوق. وغندير دوك جوج بيضات، وغادي ندير دانون ديال الفاني ديال عفوا ديال الكريم كراميل، وغادي نطحنهم هنا بالميكسو مزيان. وغادي ندير خماره، سمحوا لي ما ذكرتهاش. ومن بعد ما غنخلط هذا الخليط غنحصل على واحد الكريمه اللي كتجي بنينه، نبغيكم تجربوها. وداك اللوز اللي ضفت عليها راه غزال على القرفه كيجي فن. وهنا شديت ديك التفاحه وقطعتها، ممكن نتوما تزين تيبقى على حساب الذوق. دخلتها الفران، من بعد ما خرجت وطابت خديت لها شويه ديال الناباج وحاولت ندهنها ما حتى ما باقا سخونه، كتعطيها هذاك لابغيونس اللي كيجي غزال ما شاء الله. ديروا هاد الوصفه وتفكروني راها كتجي غزاله. وديك الكريمه اللي صاوبت بالتفاح كتجي فنه، وشي حاجه اللي هي جديده ومختلفه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا. هنا غادي نخليها حتى تبرد. كانوا شاطوا ليا شويه العجينه، درت منهم ميني صغير. مباشره غادي ندوزو الكيكه الثانيه. كيف ما كتشوفوا هنايا صاوبت واحد الكيكه باللوز ايفيلي اللي انا صاوبت ليه اللون ديال البيستاج باش يعطي المنظر وشكلا. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير والمقادير. هنا كيف ما كتشوفوا عندي هنايا زلافه ديالتي، درت فيها واحد قبيصه ديال الملح اللي هي ضروريه كيف ما كتشوفوا، وغندير فيها جوج بيضات. وغادي نشد كاس اما ديال العنبه او اي كاس ديال اليوغورت عندك، درت ليه كاس ديال السكر سنيده، وغادي نبدا نخلط. وهنا كيف ما كتشوفوا غادي نبقى نضرب حتى تذوب ديك سنيده. ومن بعد حتى واحد كاس ديال الزيت دائما بالعبار ديال كاس العنبه. هنا عندي وزت الدقيق حتى حصلت على هذا العجين، ودرت قرفه معلقه ديال القرفه، وشديت واحد التفاحه اللي هي كبيره وحكيتها ودرت على شويه ديال السكر والقرفه. كيف ما كتشوفوا حطيتها فوق العجين مباشره. واحد التفاحه كذلك حتى هي استفتها على هذا الشكل. وعندي اللوز ايفيلي اللي دخلته الفران، ودرت لي شويه ديال الملون اخضر باش ندير به هذا الزين. وغادي ان شاء الله ندخلها الفران. بعد ما خرجت هذا هو الشكل ديالها، كتجي المنظر غزال والمذاق فن. ودهنتها شويه بالناباج حتى هي من الفوق. نتمنى تجربوها وتردوا عليا. انا درتها على شكل، درتها في هذا السيركل داير. ممكن نتوما ديروا اي مول عندكم، ما تقيدوش بهذا الشيء اللي كندير انا، ولا تقولوا ما كاينش عندي هذا المول ما نديروش. ديروا اي شكل عندكم في الدار موجود، اي حاجه كتبغيوها ديروها. المهم هي المقادير تكون مضبوطه باش تصدق معكم. الفران دائما يكون سخون. على بركه الله ان شاء الله غادي ندوزوا للوصفه الثانيه. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتخليوا لي كومونتير.
كنبغي دائما نقول لكم راه الكومنتات ديالكم تتشجعني. على بركه الله غادي ندوزو الفيديو الجاي. هنا كيف ما كتشوفوا عندي واحد الكيكه اللي كتجي هماويه غزاله ما شاء الله، فنه اللي كنخدم غير بالخلاط الكهربائي، اللي كتجي خفيفه وكي كنقولوا كتجي مقومه ومقوته، لان فيها الفخويصك، فيها اللوز، فيها التمر. على بركه الله غادي تكملوا معايا الوصفه حتى الاخر بالطريقه ديالها وبمقاديرها. هنايا كان دائما كنشد المول اللي غادي نخدم فيه، غادي ندير فيه قبيصه ديال الملح ضروري، وكيف ما نقول لكم ضروري الطحين ديال الخاص بالحلوى خصو يكون مغربل باش تصدق معكم. هاد الوصفات ديال لي كيك او المخبوزات كلها خص الدقيق يكون مغربل. حتى من الخماره الا حسيتوا بها بانها بارده ولا هادي ديروها تغربلوها. هنايا كي وريتكم عندي فلو وعندي هذاك ديال درهم الشينوا، وعندي واحد كاس ديال اليوغورت اللي هو يا بالنكهه ديال اللي في خويصيك، راه كاين عند مول الحانوت كيجي في المذاق غزال. هنا كيف ما كتشوفوا على بركه الله كي درت قبيصه ديال الملح. انا غنخدم مباشره في مونيكس، غادي ندير 4 البيضات ديالي، وغنزيد عليهم كاس ديال السنيده، دائما العبار كيكون بكاس ديال العنبه، وغادي ندربهم مزيان حتى يولي اللون ديالهم ابيض. غنخلطهم مزيان، من بعد غادي نزيد داك كاس ديال الزيت، ومن بعد غادي مباشره نزيد عليهم كاس ديال الماء، وغنزيد كاس ديال الحليب. الماء ما يكونش بارد بزاف. هنا غادي ندوزنا من بعد ما خلطتهم مزيان، غادي كيف ما كتشوفوا هنا دزت خديت المول ودهنته، لان ضروري توجدوا هاد الامور اللي هي بسيطه باش تكون خدمتكم منظمه. ديما دهنوا المول ورشوه وقادوه، وديك الساعه رجعوا للخليط ديالكم، لان هنايا ما خصناش نضربوا، بقاو نحركوا غير بالفوي او الضراب الكهربائي عفوا الضراب اليدوي. هنايا زدت داك كاس ديال دانون. في حقيقه هاد الكيكه مقومه تبارك الله، وزدت عليها شويه ديال البافو، وزدت شويه ديال اللوز، وزدت شويه ديال كان عندي شويه ديال البيستاج. وانتم حاولوا ما تديروش هادشي الا ما عندكمش متوفر كامل، ما ديروش كامل. هنا درت واحد 2 خمارات، وغادي نزيد داك الفلو وغنضربهم مزيان مزيان حتى نخلط، وغنبقى نزيد في الدقيق من بعد ما غنبقى نخلط حتى نحصل على القوام اللي انا محتاجاه، اللي نكتبو 8 وما طيحش دغيا. من كون كنخلط هكا نبقى نحرك ونحط ندير 8. هنا خليت شويه من اللوز ايفيلي، شويه من اللوز، شويه من داكشي المواد كاع اللي درتو، التمر، شويه ديال القرقاع اللي عندي مطحونين، واللي درتو لداخل في الحشو درتو كتزين من الفوق ديال الكيك. ودابا ان شاء الله غادي ندخلها الفران طيب. في الحقيقه هاد الوصفات نتمنى تجربوهم، راه كيجيو زوينين وهمويين، وبحال هاد الكيكه هادي بالضبط زوينه للدراري هكا يديو معهم طريه في المدرسه كغوتي، ويديروا بها كاسكروط ويفطروا بها، لان فيها التمر واللوز والقرقاع. شي حاجه اللي هي مفيده للعقل الوليدات في الصباح ومغذيه، وتزيد في الذكاء ديالهم. الاحسن من هكا يديروا شي بيمو من برا ولا يشريو حاجه ديال الدار كتكون مقومه. هنايا غادي نخلي شويه ديال اللوز افيلي وغادي ندخلها للفران طيب. تبارك الله غتجي طالعه، اشعل عليها في الاول غير من التحت كيف ما كتشوفوها نتوما، من بدات كتطلع عاد شعلت عليها من الفوق. غادي نجبدها من بعد ما غادي طيب، وغادي نخليها تبرد، وغندخل مباشره اللوز افيلي يتحمر. هادو كلهم اختياريين، ممكن ديروا غير التمر شويه الشكلاط، ولا التمر شويه اللوز، ولا التمر شويه القرقاع، ولا البيستاج على حسب الموجود، او كاوكاو. ماشي ضروري ديروها بهذا المقادير اللي انا درت. المهم هنا كيشوف كتيجي اللون ديالها محمره غزاله ما شاء الله. وغادي نخليها تبرد هنايا، وغادي ندهنها بشويه ديال الناباج، وغادي نسمو بالنكهه ديال الكراميل اللي كتواتي هاد المقادير اللي انا درت، وغادي ندهنها. وهانتوما معايا حتى الاخير، ونتمنى تخلوا لي تعليق وجي. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم ليا.